عربيات مستعملة ركوبة محترمة مش اعتمادية بنص مليون جنيه. أول عربية هي الباسات البي 6 من 2006 ل 2008، عربية ركوبة محترمة جدا جدا جدا، هتحس إنك اشتريت عربية بجد، واسعة جدا وفخمة وثابتة وكل اللي أنت عايزه، بس هتقضي نص حياتك عند الميكانيكي، مشاكلها كتيرة جدا جدا جدا. تاني عربية هي أختها الجيتا برضو من 2006 ل 2008. تقول لي بدل نفس السنة ما أجيب باسات، إيه النصيحة دي؟ أقول لك ما أكيد تبقى ماشية أقل وحالة أحسن، يعني ما تشغلش دماغك. ده غير إن الجيتا أصغر بس طبعا شبابية أكتر. تالت عربية هي بيجو 308 الستيشن واجن، عربية ما تجيش في دماغ حد، عمر ما هيجي في دماغك إنك تجيب العربية دي، مع إنها عربية واسعة وبيجو وشكلها مقبول جدا وهي عربية محترمة. رابع عربية هي بي ام دبليو الاي 46 318. ما تكلمنيش في بنزين، ما تكلمنيش في قطع غيار، ما تكلمنيش في أي حاجة، أنت راكب بي ام دبليو. يعني لما تبقى قاعد مع صاحبتك وترمي كده علبة السجاير، هترمي برضه مفتاح البي ام دبليو. هي دي ميزة العربية. امتى تجيب العربيات دي؟ تجيب العربيات دي لو انت واحد حركتك بالعربيه قليله، لو انت راجل كبير وحركتك قليله، لو انت شاب والعربيه دي للخروجات بس، لو انت بتحرق وعايز عربيه اعتماديه، الفيديو ده مش ليك خالص.